فرط التعرق في الإيدين من المشكلات المهمة جدا والمنتشرة، وفي ناس كتيرة بتعاني منها، وخصوصا بتضايق ولادنا اللي هم في الثانوية العامة أو اللي عندهم امتحانات، وبيعانوا من حاجة خطيرة جدا، وهي إن الورقة دايما اللي بيكتبوا فيها بتبقى مبلولة بسبب العرق الزيادة. ودي بتكون ليها أسباب كتيرة، لكن إحنا بنقدم لك طريقة علاج سهلة وبسيطة وسريعة جدا، وخصوصا ممكن تعملها قبل الامتحانات او قبل الاختبارات اللي محتاج ان ايديك تكون فيها جافة تماما. ده عن طريق استخدام حقن البوتوكس. وببساطة كده احنا بنحدد نقاط معينة بنبتدي نحقن فيها مادة البوتوكس، وزي ما احنا شايفين قبل الحقن وبعد الحقن الفرق واضح جدا. في الأولى العرق زيادة لدرجة إن كأن إيديه مبلولة ومحطوطة في مية. بعد ما احنا حقنا البوتوكس أصبحت الإيد جافة تماما، مفيش أي تعرق زيادة، والأمور بتبقى سهلة وبسيطة. في نتيجة بتظهر بعد الحقن مباشرة، والنتيجة النهائية خلال أسبوع من أسبوعين للحقن. مع الحقن البوتوكس هتلاقي نتيجة ممتازة جدا. لو عندك أي استفسار بعتلنا في رسالة. شكرا جزيلا، تابعونا عشان تعرفوا أكتر مع الدكتور محمد جمال المصري.